يا مرحبا، حياكم الله. السلام عليكم. معكم دكتور محمد الفاتح من شركة سباركل لخدمات الدراسة الجامعية في روسيا. أيهم أفضل، الدراسة باللغة الروسية أو الدراسة باللغة الإنجليزية في روسيا؟ أفضلية أو المفاضلة، هل أنا أمشي أدرس باللغة الروسية في روسيا في الجامعات الروسية، ولا أمشي أدرس باللغة الإنجليزية؟ ليه أنا محتاج السنة التحضيرية عشان أدرس في روسيا؟ والحلقة دي عشان بوضح لكم الأفضلية ونصيحتي أنا الشخصية تدرس شنو. تابعونا مع سباركل ودس. الأسئلة اللي انطرحت علي في الفترة الأخيرة إنه المفاضلة أيهما أفضل؟ والله أنا شخصيا بفضل الدراسة باللغة الروسية، والسبب بسيط. الدراسة باللغة الروسية بتوسع مدارك الشخص أو مدارك الطالب، بتديه فرصة إنه يتعامل أو يبدأ يفكر أو يبدأ يدخل في المجتمع الروسي بالطريقة، يستمع إلى شرح المدرسين بصورة متوسعة، يستفيد من الخبرات اللي ممكن يتداولوها الروس. الدراسة باللغة الإنجليزية برضو متوفرة، انت جيت وحتعيش معاهم 4 سنوات على الأقل. برضو الواحد ممكن يستفيد ويضيف لغة جديدة ممكن يكون متميز بها في الدراسة في أو العمل في حياته العملية المستقبلية، وتديك حتى في السي في بتاعك دفعة إضافية إنه يكون عندك لغة روسية عربية وإنجليزية. أسئلة كثيرة برضو بتنطرح في إنه طيب زول درس باللغة الروسية، كيف ممكن يوظف اللغة الروسية دي بعدين في حياته العملية، أو كيف هل هي حتتضارب في حياته العملية؟ بكل صراحة وبكل بساطة ما حتضايقك، وبالعكس كل مجتهد نصيب. أنا بعرف ناس كثيرة جدا جدا شغالة حاليا درست في روسيا وشغالة في مختلف أنحاء العالم، من كندا، أمريكا، جنوب أفريقيا، في أوروبا، في بريطانيا، في السعودية، في الأمارات، في روسيا، وقدروا يكملوا، قدروا يواصلوا. بعرف كثير من الزملاء المهنيين سواء كان في مجالات مختلفة درسوا في روسيا، درسوا باللغة الروسية وطلعوا برا وبرضو قدروا يواكبوا يطوروا نفسهم. قد يواجه البعض بعض الصعوبات في البداية، لكن بيقدروا يتجاوزوا العقبة دي، لأنه مصطلحات كثيرة مشتركة بين اللغات والمفردات العملية. مع الإنسان اللي بس إنه يجتهد يطور نفسه شوية بس، ما بتختلف معك كثير، بتساعدك في الحاجة دي. طيب نقطة تانية، الفرق المادي. يعني أنت لما تدرس باللغة الروسية أكيد بتكون لك أرخص من الدراسة باللغة الإنجليزية بكذا هنا، بس لكن لأنه الكليات أو المعاهد اللي بتستقبل الناس باللغة الإنجليزية ورغم محتاجة لها كادر بيعرف اللغة الإنجليزية، فبالتالي بتزيد الرسوم بتاعت اللغة الدراسة باللغة الإنجليزية. وعلى فكرة الشهادة بتطلع من نفس الجامعة، ما محدد فيها انت درست باللغة الروسية ولا درست بالإنجليزية، نفس الشهادة، بس برضو إتاحة فرصة للغة الروسية فترة بتاعت 6 شهور أو 9 شهور أنت بتدرس فيها لغة روسية، بتساعدك في إنك تتواصل مستقبليا أو يكون عندك خيارات أكتر، سواء كان خيارات مهنية أو أكاديمية، أو إنك تواصل في نفس المجال، تعمل ماجستير، تعمل دكتوراه، كل الخيارات مطروحة أمامك. وعلى فكرة حتى الطلاب الروس عندهم شغف انهم يتواصلوا باللغات المختلفة، سواء كان الانجليزية والفرنسية والالمانية، هم بنفسهم حيحاولوا انهم يتواصلوا معكم. حتلقى انه الناس زي ما حنشوف في الفيديو الجاي، زميلنا ده بيعرف بالجامعة بتاعته. الجامعة دي جامعة الهندسة، وبرضو احنا بنقدم لها قبولات، وجامعة ممتازة جدا جدا في في في
فيها مجالات زي المعمار أو هندسة المعمار، الديزاين، الميكانيكا، هندسات بتاعة الطرق والبنية التحتية والمنشآت. من أفضل الجامعات اللي أنا ممكن تركمنت أو مثلا أفضلها باللغة الروسية وبالإنجليزية، الاثنين متاحات فيهم. بس المهم رغبة الواحد في إنه يواصل في مجال دراسة الطب، الهندسة، سواء الكليات اللي هناك برضو متاحة باللغتين. كليات الإنسانية أو العلوم الإنسانية متاحة باللغتين، الروسية وبالإنجليزية. لكن اللغة الروسية حتديك مجالات أكتر، حتقدر تتوسع أكتر، حيكون عندك زي ما نقول كده مراجع محاضرات أكتر، حتى الجامعة أو المدرس نفسه بيقدر يديك أكتر. أجرب نشوف. Hello my dear friends, in this occasion I want to show you my university. This is the first building of my university and it is the main entrance. It's beautiful, isn't it? And here you're gonna see some different perspectives of how it is the university from the outside, and also a small video of how it looks when you walk from the outside. This building is for the Faculty of Civil Engineering, and this map you can see where all the buildings are located. And here you can see that I took this video on winter, so there's a lot of snow. Just look at the trees. And this, my friend, is one of my favorite places. Here you can chill down, sit down with your friends, hang out and relax, maybe after a exhausted day of making homeworks or making tasks. You can just come here and relax and see like pictures like this one, for example. Look at this, it's really awesome. And this place is really close to the place that I've shown you before. It's really cool. You can sit down here with friends and maybe drink a soda. This is a beautiful hallway, for example, where, as you might see just right now, there is some beautiful rocks, an exposition of rocks. Just look at this one, a purple, beautiful color. Look at this one, like green and yellow colored. It's such a beautiful thing. And look at this one, this is calcium. This is another hallway, really beautiful as you might see. And this is one of my favorite parts of the university. Our university is full of blueprints of many projects. As you might see here, it's full of blueprints of many students who they have done their work very well. Just look at these pictures, they are just awesome. This is our museum of rocks, and as you might see right now it is closed, but when it is open, it's a masterpiece. These are another blueprints, and this hallway is just amazing. Just look at this, it's awesome, it's beautiful. Just look at this portrait, this picture, it's amazing. This, my dear friends, my dear fellows, is the cafeteria. You can buy some really good, tasty, delicious food over here. I bought this, for example. Just look at this cake, it's amazing and really delicious. Well, my fellows, this was my journey through the university. I hope that you like it. Goodbye and God bless you all. I love you.